للاسف فيه بيوت كتير خربت بسبب اهمال الزوج. شوف الفيديو ده كده، صلي على النبي وشاركه لعل احد يستفيد. يا رب يسعد ايامك حياتك اللي شارك الفيديو. ناس كتير انخرب بيتها بسبب الاهمال، سواء من الراجل او من الست. تلاقي الواحده اول ما بتتجوز مهتمه بنفسها، مش عارف ايه، اول ما بتجيب طفل وبتاع خلاص الدنيا باظت. البس بقى جلابيه، مش عارف ايه بتاع اي كلام كده. يقوم الراجل سبحان الله يبدا يتغير. طب هو متزوج ليه؟ عشان يلاقي مراته شكلها حلو وجميل، سبحان الله، ما ينفتنش بحد بره، يعف نفسه. فكذلك، فانت يشم منك رائحه طيبه، تلبسي له حاجه حلوه جميله، يعني سبحان الله تفتح نفسه زي ما بقول، ما تسديش نفسه. يقوم تقول اصل هو سهران بره، اصل هو قاعد على القهوه. لا، ما هو بايدك ان انت تغيري حياته. ما البسش زي الراجل او البس مش عارف ايه، لا. خلاص خلصنا اللي ورانا او خلصنا شغل البيت، وهو اجى من بره، يجي يلاقي زوجته مستقبلاه استقبال حلو. هو ده اللي المفروض يحصل، والله العظيم يعني. ف لا، مش لابسين رجالي زي بعض والبيت يخرب، وانت كذلك. مش الاقي بقى اهمل نفسي، تلاقي الراجل بقى ما شاء الله دخل في 120 كيلو وعدى وزنه، ويقول لك اصل احنا خلاص اتجوزنا، اصل احنا خلاص اتجوزنا وجبنا عيال. صح؟ يهمل في نفسه وريحته. يا عمي لا، خلي ريحتك حلوه عشان الزوجه الحياه تستمر. الجمال حلو والنظافه حلوه. تاخد تشاور وتحط شويه برفان، مش تجيب برفان غالي، حاجه حلوه كده وتظبط نفسك. وكذلك الزوجه. والله العظيم بيوت بتخرب. لكن يبدا يقول لك اصل هو هيطلقني او طلقني، اصل هو راح شاف واحده تانية. ما هو عمال يبص بره، ما هو مش شايف حاجه جوه فبيبص بره. فيبدا يغير حياته. اي كلمه حلوه من بره، او واحده تقول له كلمه يقوم ينقلب 180 درجه، حياته تتغير. يبدا يكره ايه؟ الزوجه، صح، اللي في البيت، ويكره العيشه وبتاع. ممكن ايه؟ يطلقها ويدفع دم قلبه زي ما بيقولوا، يديها اللي وراه واللي قدامه، بمجرد ان لقى واحده قالت له كلمه حلوه. وممكن ما تكونش هي حلوه او جميله زي زوجته، لا، لكن الحكايه انها لابسه عامله شويه حركات كده، يعني فاهمين؟ قالت له كلمتين حلوين، هوب، خلاص بقى زي السكينه في الحلاوه زي ما بقول. فلا، خلي بالك من زوجك، اهتم بيه واهتم بنظافتك والبسي. ومش راميين الحياه في الدولاب والفساتين وواقفين في بوز بعض او طب هو لا، هو بيدعي في نفسه، هو متزوج عشان يبقى في حلال ويشوف الحياه الحلال في البيت. فاحنا مسألة مهمة وخطيرة جدا والله يا جماعة. إياك أن تهمل زوجتك، وإياك أن تهملي زوجك. هتخربي بيتك وبعد كده تقول طلقني، وأصله بص بره، أصله راح جاب واحدة اتجوز عليا. لا، ما نهملش. وأنت ما تقصرش معاها، وتكلم معاها، مش عيب ولا حرام. إيه اللي أنت لابساه؟ لا، أنا متزوج، سنة الحياة كذا كذا كذا. أنت تشم مني ريحة طيبة وألبس حاجة حلوة، وأنت كذلك. نتفاهم الزواج مودة ورحمة، مش نكفش في خناق بعض والدنيا تخرب. فاهميني؟ فاحنا ربنا